الكيكة اليابانية تعرف أيضاً بالكيكة القطنية لخفتها وملمسها الناعم. لتحضيرها، تجهز المكونات التالية: دقيق، بيض، سكر، زبدة، حليب، وفانيليا. أولاً، يسخن الفرن إلى 170 درجة مئوية. تفصل الصفار عن البياض، ويمزج الصفار مع الحليب والزبدة. يضاف الدقيق تدريجياً إلى خليط الصفار حتى يتجانس. يخفق بياض البيض حتى يصبح رغوة، وتضاف سكر تدريجياً. يدمج البياض المخفوق مع خليط الصفار بلطف ودقة. يسكب الخليط في صينية مدهونة ومرشوشة دقيق. تخبز الكيكة لمدة من 25 إلى 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية. تترك لتبرد داخل الفرن لتفادي الانكماش المفاجئ. بعد التبريد الكامل، تخرج الكيكة وتقدم. الكيكة اليابانية مثالية مع كوب شاي ياباني ساخن. تختلف الكيكة اليابانية عن الكيكات الأخرى بلينها الفائق. يفضل استخدام مكونات ذات جودة عالية لضمان الطعم المثالي. التقنيات الهادئة والدقة أساسية في نجاح هذه الكيك. تزين الكيكة بالسكر البودرة أو الفواكه الطازجة حسب الرغبة.